النهارده بقى هنبدأ أول تصميم مع بعض. فأنا اخترت تصميم بسيط جدا، لكن هنتعلم منه حاجات كتير إن شاء الله. فمش عاوزك تبص على التصميم ده على إنه مجرد كوباية، أنا عاوزك تبص له على إنها مجرد بداية هنتعلم منها تولز كتير هنستخدمها في أي تصميم بعد كده. فيلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على البرنامج وتعرفنا على شوية تولز. النهاردة بقى هنبدأ أول تطبيق عملي، هنصمم الكوباية دي مع بعض، وخلال التصميم هنتعرف على تولز جديدة وهنفهم ليه بنستخدم التول دي وامتى نستخدمها. هو ده التصميم بتاعنا اللي هنعمله مع بعض. هو مجرد كوباية بس هنتعلم منها حاجات كتير. أول حاجة تعالى نتعلمها ازاي بنتحرك كده في ال 3 دي. عندنا هنا نوعين من الأوربت، عندنا هنا اللي هو فري أوربت، وعندنا هنا كونسترين. كونسترين ديت هي اللي بفضلها لأن بعرف أتحكم فيها أحسن. الفري ساعات بتكون صعبة شوية، يعني بتحرك في أي مكان أنا عاوزه، فأنا بفضل اللي هي الكونسترين. عندنا هنا برضه عشان أرجع للهوم بتاعي فبضغط هنا عند رمز الهوم، وده اللي بشوف منها التصميم بتاعي بأفضل منظور. عندي هنا برضو على المكعب بتاعنا ده عندنا هنا توب، وعندي هنا برضو ليفت، عندي هنا بوتوم، عندي هنا فرونت ورايت وباك وليفت. عندي كل حاجة اقدر اشوف منها التصميم بتاعي. فتعالوا على طول نبدأ نصمم التصميم ده، وان شاء الله هنصممه باكتر من طريقة لغرض اللي احنا نتعلم تولز جديدة. فاول حاجة هنعمل هنا نيو ديزاين، ونختار هنا هايبر ديزاين. هنعرف بعد كده ليه بنختار هايبر ديزاين، هايبر ديزاين ان شاء الله. كريت نيو. اول حاجه تعالى نعرفها، عاوزين نجيب المقاسات بتاعتنا من التصميم ده. احنا اول حاجه عاوزين نعرفها، عاوزين نعرف الارتفاع، وعاوزين نعرف قطر الدايره الخارجيه وقطر الدايره الداخليه، او هو السمك ده، يعني عاوزين نعرف السمك ده، او ممكن نعرف قطر الدايره الخارجيه وقطر الدايره الداخليه. فاول حاجه هنشوفها الارتفاع. خلينا ناخد الارتفاع من هنا لحد هنا مثلا، فبيقول لنا 100 109 وكسر، فخلينا نقول له 110 يعني. هنيجي هنا ونعرف القطر ده والقطر ده. خلينا نقول سيلكشن 1، اللي هو السيلكشن 1 ده بيقول لي الدايمتر بتاعه 86، وبيقول لي على السلكشن 2 بيقول لي 98. فلو جينا نبص الفرق بين 86 و 98 وهنخصم ويبقى هو ده السمك. تمام. فنعمل كلوز ونروح هناك. اول حاجه علشان نرسم ده بالنسبه لنا كده شكل اسطوانه، فاحنا عندنا عشان نرسم شكل الاسطوانه من اللي احنا اتعلمناه الفيديو اللي فات، اللي احنا ممكن نعمل دايره ونعمل من الدايره اكسترود. فاحنا هنعمل كده ونشوف بعد كده هنعمل الفجوه دي ازاي. عندنا كذا طريقه نتعلم بيها ان شاء الله نعمل الفجوه دي. اول حاجه هنعملها اللي احنا نعمل كريت سكتش، وهنيجي هنا هنعمل السيركل بتاعتنا الاولى اللي هي قلنا كام، كانت 98. وهنيجي نعمل السيركل التانية انا مش فاكر كام، بس خلينا نقول اللي انا مثلا عندي عاوز اعمل مثلا السمك ده مثلا 8 مللي. فعندي هنا بدل ما اعمل السيركل 8 مللي واقعد اخصم فتبقى 90، فعندي هنا التول دي اسمها اوفست، واضغط عليها وارجع بس ورا كده ايه 8، فهضغط سالب 8. كده عملنا السمك بتاعنا. وهاجي اعمل فينش سكتش، ولو جيت اعمل الاسطوانه بتاعتنا فاحنا في الاساس كانت هتطلع كده، اللي هو اطلع كده. لا بس انا هنختار بس اللي بين الاثنين اللي هو السمك بتاعنا، وهنعمل اكسترود. وكانت 110، بس من تحت مفتوحه عاوزين نقفلها. هنيجي هنا كده نبص على السكتشز بتاعتنا والبادز، فهنبقى نلاقي السكتش بتاعنا ده اللي احنا كنا عاملينه. اول ما بنعمل اكسترود هو بيختفي، فهنعمل اكسترود ديت للجزء اللي جوه، وهنعمل مثلا السمك برده 80، نفس السمك بتاع الباقي. فكده عملنا الاسطوانه بتاعتنا. عاوزين نعمل، لو جينا نبص فينا مقبض، عاوزين نعمل المقبض ده. المقبض ده نعمله ازاي؟ احنا هنا ممكن الحل اللي احنا نعمل مسار معين وبعدين نعمل عليه دايره ونمشي على المسار ده، ده الحل. فنيجي هنا كده نعمل كريت سكتش ونختار اي بروفايل من دول، اي بلان من دول، يا البلان ده يا البلان ده مش تفرق. وهنيجي هنا كده وهنعمل لاين الشكل ده مثلا. هنيجي هنا كده ونعمل كده، ونيجي هنا كده وممكن كده، شكلها حلو كده زي الفل.
بس ممكن نطول دي شويه لجوه ودي شويه جوه. بس فينيش سكتش. طب ماذا بعد؟ يعني هنعمل اكسترود اصلا، ده مش حاجه، ده مش سكتش علشان اعرف اعمل اكسترود. فالحل اللي احنا بنعمل على ده كده بلين، على بدايه الباص بتاعنا دي بلين، وبعد كده نعمل على البلين ده البروفايل اللي احنا عاوزين نرسمه. فهنيجي هنا كده نعمل بلين الونج باص. هنيجي نعمل هنا كده صفر. اوكي، كريت سكتش. هنيجي هنا كده ونعمل الدايره اي شكل انا عاوزه، مش شرط دايره يعني. هنيجي هنا كده نعملها 10 مثلا، 10. خليها 12، حساسه صغيره. ممكن نروح نجيب المقاس من هناك، بس يعني عادي، مش حاجه مش زي كده، مش تفرق يعني. وهنيجي هنا كده وعندنا تول اللي هي اسمها سويب، هنختارها. بقول لها هنا بقى عندي ايه؟ عندي هنا بروفايل وعندي باص. فانا اختار البروفايل بتاعي وده الباص اهو. هنا مش هينفع اعمل اكسترود، يعني لو جيت نبص هنا قبل ما نعمل اي حاجه، لو جينا نعمل اكسترود فاكسترود هتعمل لي كده، ده مش حاجه خالص. فاحنا بنختار التول اللي هي اسمها سويب، نختار بروفايل وهنا باص، الباص بتاعنا، ونعمل كده. بس هنعمل ايه؟ جوين. وزي الفل، وكده بقت عندنا تظهر الكوبايه بتاعتنا ومن جوه زي الفل وكل حاجه حلوه. هنيجي نروح للتصميم بتاعنا هناك، هنلاقي هنا كده الحافه بتاعتنا دي كده شارب. فاحنا عاوزين نعملها يعني زي اللي هناك دي كده ناعمه، عشان لو حد مثلا جه يشرب ما يتعورش. فنيجي هنا كده عندنا اللي هي التول ديت اللي هي اسمها، هي موجوده فين؟ فلت وهنيجي هنا كده هنضغط هنا ونعمل مثلا 3 3 3 3 قليله، هنعمل 4 4 اهي. بقت بقت ناعمه يعني، ما بقتش شارب مثلا لو حد جه يشرب تعوره. لو جينا نبص في التصميم بتاعنا هناك برضو تحت، هنلاقيه يعني في شويه حاجات كده اللي هو تحس اللي هو هنا نازل شويه والحافه ديت عاليه شويه. فاحنا عاوزين نظبط الجزء ده برضو. هنروح هناك ونيجي هنا كده وهنيجي على السكتش بتاعنا، وهننزل تحت مثلا، خلينا نقول 3 3. وهنيجي هنا هنعمل برضو ريب فليتنج كده 4 عشان تبقى اللي هي ناعمة. وهنيجي من جوه نعمل نفس الكلام. مش دي، الناحية اللي جوه دي كده. زي الفل. اظن كده وصلنا لحاجة زي اللي هناك يعني، بس الفرق بس اللون. فاحنا عندنا هنا هنيجي على بادي، وعندنا هنا فيزيكال ماتيريال يعني نوع المادة ذات نفسها، والابيرنس اللي هو الشكل. فاحنا هنا نختار الشكل. عندنا هنا بلاستيك، كانت لونها هناك اللون ده، حاجة زي كده كلوز. فنيجي نبص يعني يعتبر طلعنا بنفس الاوتبوت، نفس الشكل. فاحنا هنا اتعرفنا على تولز جديدة ما قلناش الفيديو اللي فات، زي اللي هي سويب، وتعرفنا برضو على ميجر اللي انا بقيس منها، وتعرفنا على التول اللي هي اسمها فليت، وهنتعرف على تولز كتير ان شاء الله. عاوزين نعمله بطريقة تانية، تعالوا نعمله بطريقة تانية الشكل ده. فنعمل هنا هايبر ديزاين برضو، ونعمل كريت نيو. ممكن نعمل بطريقة اللي احنا نبني على طول اسطوانة. فلما نخش على سكتش ممكن نعمل اسطوانة عادي. هنيجي هنا كده، وفي هنا عندنا ممكن نلاقي حاجة اسمها اسطوانة، في هنا سلندر. ادي السلندر بتاعتنا، هنعملها عادي. كانت هناك 98 98 كده، وكانت ارتفاعها 110. في حاجة احنا ممكن هنا نعمل هول، فين عندي هول اهو. هعمل هول ونعمل كده سمكه 90 مثلا، 90 90. بس عاوزين نيجي في النص. هو شايفين انت الدايره ديت في النص كده، في النص. وهننزل تحت قد ايه؟ احنا المفروض كنا عاوزين نسيب، احنا نازل طالعين 110،
هننزل احنا 102. فنيجي هنا كده، وهنا عندنا اشكال الهول. هنا في انجل اللي هو مثلا يعني لو احنا بنخرم بشنيور في الاساس هنا كده في السلندر بتاعتنا، فيبقى شكل البنطه من تحت بيبقى فيها حاجه زي المثلث كده، هي بتبقى شكل المثلث، بس احنا عاوزينها عدله، فهتبقى هنا اللي هي فلات. وهنزل تحت كده كده اهو لحد المفروض انا اسيب كام، احنا قلنا 110 يبقى 102 عشان اسيب اللي هو اسيب 8 سم السمك من تحت. فهنيجي نبص هنلاقيها طلعنا بنفس الاوبوت، يعني نفس الاوبوت، بس في حاجه الشفه ديت هنا كده طلعت 4 سم. لو جينا نبص هنا كده هتلاقيها طلعت 4 سم، 4 مللي. فنيجي على الهول هنا كده ونعمل اديت، لان في الاساس اما احنا عملنا هنلاقي اللي احنا عملنا هنا كده اللي هي 90، مع ان المفروض احنا مش عاملين 90، احنا المفروض يعني ال 8 سم اللي اتبقوا متقسمه على الناحيتين هنا كده. فهنيجي نخصم هنخليها كام، هنخصم بقى كمان 8 سم اللي هم هتبقى 82 كده زي الفل. وهنعمل نفس الشغل اللي عملناه هناك هنا كده فلتن، كانت 4 اظن، كانت 4 كنا عاملينها 4. وهنعمل نفس المقبض وهنعمل الشغل اللي تحت كده. ده كده حل تاني. وهنعمل المقبض بتاعنا خالص، هنعمل كريت سكتش، وهنيجي هنا كده ممكن نعمل المقبض بطريقة تانية خالص عادي براحتنا، نعمل حاجة كده 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 براحتنا يعني. كريت سكتش، وهنعمل هنا لازم البلين بتاعنا نعمله 0. اوكي، نعمل هنا كريت سكتش اهو، سيركل 10 مثلا، اي حاجة 10. فينش سويب بتاع سويب، بختار هنا البروفايل بتاعي وده الباص، ونعمل هنا جوين، وده كده الشكل بتاعنا. وده كده الطريقة التانية. ممكن نعمل طريقة تانية تالتة برضو، ودي طريقة هنتعلم فيها تول جديدة ان شاء الله. احنا عندنا لو جينا نبص هنا السيركل السلندر بتاعتنا ديت، لو جينا نبص لها هنا كده من الفرونت ممكن نقول انها مستطيل عادي خالص، مستطيل. فاحنا ممكن نيجي نبص لها لو احنا جينا عملنا هنا كده نص مستطيل، وجينا نعمل ريفولف حوالين المحور اللي هو الازرق ده اللي هو محور زد، فهيطلع معانا شكل سلندر. فتعال نشوف الكلام ده على الواقع. هنعمل كريت سكتش ونختار هنا البلان ده، وهنيجي هنا كده هنمشي كده اللي هو نص المسافة. احنا كنا قلنا 98، فهنعمل هنا 98 على الاتنين، 98 على الاتنين، فهيطلع اللي هو 49. هنطلع فوق ال 110 بتاعتنا عادي، وهنبدل نعمل تاب عشان نعمل الزاوية 90 درجة. ماشي. وكان السمك بتاعنا 8 مللي، وهننزل تحت كده كده كام، 102، 102. وهنيجي هنا نخش كده وننزل. لو جينا نبص الشكل ده كده، وممكن نعمل هنا كده داش لاين عشان نعمل ريفولف حواليه، او ممكن حوالين محور اكس زد. لو جينا نبص الشكل ده كده لو عملنا له ريفولف هيطلع السلندر بتاعتنا. تعال نشوف فينيش سكتش، وهنيجي هنا كده في عندنا هنا تول اسمها ريفولف، هنختار وهنعمل الاكسس بتاعنا، هنختار شايفين ده كده. وعندنا هنا الريفولف مش شرط انها تكون الفل، عندي هنا براحتي، في هنا بارشل وعندي فل وعندي تو اوبجكت معين، هنا كده فل كده بارشل، واختار هنا 360 مثلا كده فل، فطلعت على طول برضو معانا من اول مره. ده كده حاجه وزي الفل حلو. وهنعمل نفس الكلام اللي عملناه قبل كده. اخر طريقه ان شاء الله
تعال نشوف بقى اخر طريقه. هنيجي هنا كده وهنعمل كريت سكتش وهنعمل سيركل عادي، تمانية وتسعين، وهنعمل فينش سكتش. نطلع الارتفاع بتاعنا خالص عادي اللي هو 110. طب عاوزين نفرغها، هنفرغها ازاي؟ قلنا قبل كده في اللي هي هول. عندنا تول جديد هنا اللي هي اسمها شيل. اختار شيل ديت. شوف شيل دي بتعمل ايه بقى. دي بتفرغ لي السوليد بتاعي. فانا عاوز اسيب بس 8 سم، 8 مللي بس كده. سابت 8 مللي من كل مكان، يعني هنا كده فتحت لي ديت من فوق وسابت لي 8 مللي من من كل مكان. تحت 8 مللي وهنا 8 مللي، كل حاجه 8 مللي، هو حتى هنا 8 مللي. ونعمل اوكي. واجي هنا كده هعمل فلاتن عشان برضه اعمل نفس الشغل بتاعنا 4. وينفع اجي هنا تحت اعمل نفس الشغل بتاعنا هنا فلاتن 5 اي حاجه. واجي هنا كده اعمل سكتش واعمل الشكل بتاعنا كده كده. في حاجه بس عاوز اقولها، الشكل ده لازم ما يكونش شارب هنا كده، او عشان ما يبصش معاك وانت جاي تطبق لو انت بتطبق فالشكل لازم ما يكونش شارب عشان هيجي اضرب معاك اكسبشن. ونعمل هنا ولا لا، وهنيجي نعمل هنا كده بلان 0. اوكي. ونعمل هنا كريت سكتش فينش سكتش. هنيجي نعمل اكسترود. قبل كده قلنا ما ينفعش فبنختار سويب. في حاجه حلوه، انا ممكن عندي شورت كات بسرش بقى على اي حاجه، بضغط اس واضغط عن التول واسرش عن الحاجه اللي انا عاوزها سويب، واختار هنا بروفايل والباص بتاعي واختار جوين. اوكي. شفت عشان انا ما دخلتش البتاع جوه، فانا هنا ممكن اجي هنا كده باكسترود واطلعها بس انا قدام شويه كده بالراحه كده، اعمل جوين. اوكي. وده برضو نفس الكلام. واجي على البادز بتاعتنا واعمل اللون appearance اللي انا عاوزه واعمل. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. وما تنساش توريني شغلك لو انت بتطبق ورايا، توريني شغلك في الكومنتات. وكده نكون خلصنا اول تصميم في فيوجن 360. فما تقلقش لو حسيت ان في حاجه كانت سريعه، مع التكرار كل حاجه هتكون اسهل بكتير. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعرف على تولز جديده. فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه علشان ما يفوتكش اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.